اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا مساء الكحك والبسكويت، يا مساء الهنا. يا مساء روايح العيد. في بداية الحوار كده شايفين الجمال، شايفين الطعامة، شايفين الليونة، حاجة كده أقسم بالله عظمة. عملنا مع بعض 3 كيلو دقيق، عملناهم بسكوت. تعالوا اما نشوف مقادير البسكوت المظبوطة جدا جدا، اللي تطلع معاكي نتيجة جبارة جدا. حاجة كده عظمة عظمة عظمة. شايفين الجمال؟ قاعدين بقى في التجمع وفي اللمة، وبرضك بنت خالتي اللي عملته. على فكرة البسكوت ده معمول قبل الكحك، زي ما نزلنا لكم فيديو الكحك قلنا لازم ننزل فيديو البسكوت. تعالوا بقى نركز حلو قوي، لان هنا الدنيا كده اتلخبطت على بعضها. ده ايه ده يا احلام؟ وهتنزلي البيض ازاي وانت بتعملي ايه؟ هقول لكم انا عملت ايه، واقول لكم مقادير 3 كيلو دقيق ايه. احنا دلوقتي معانا 3 كيلو من الدقيق، 3 كيلو من الدقيق. حطينا عليهم بالظبط يعني المفروض يتحط عليهم بالظبط كيلو ونص من السمنة على الزيت، من السمنة على الزبدة. كيلو ونص، كيلو وكوبايتين من الزبدة، من الزبدة على السمنة، أو زبدة بس. لو عندك زبدة بس ماشي، لو عندك زبدة على سمنة ماشي، لو عندك سمنة بس ماشي. تمام. احنا عملناه مع بعض قبل كده كتير، ولو حابة تاخدي المقادير بالظبط على كيلو هتلاقيها موجودة برضو عندك على القناة. يبقى اللهم صل على النبي. وحطينا عليهم كيلو سكر، حطينا عليهم كيلو من السكر. طحناه طبعا جبنا سكر ناعم وطحناه وحطيناه عليه. بس زي ما بقول لكم كانت بنت خالتي كده شغاله مع نفسها، يعني ناسيه خالص ان ممكن عايزه اصور، وما شاء الله بتعملي الخطوات كده ورا بعضها بسرعه رهيبه. وعندك كيلو الدقيق، 3 كيلو الدقيق هياخدوا معاكي، كيلو الدقيق تاخد عليهم 4 بيضات. تمام. حطيت انا على ال3 كيلو دقيق 10 بيضات. طب ليه احلام لسه بطين؟ عادي، 3 كيلو الدقيق معاكي من 10 بيضات ل15 بيضه، ليكي حريه الاختيار فيهم. من 10 بيضات بس يا مك، من 10 بيضات ل15 بيضه. ضربنا طبعا اول حاجه السمنه حلوه جدا لحد ما لونها ابيض بالمضرب. البسكوت يا جماعه بصراحه هو لازم المضرب، بسكوت يعني مضرب. وكمان حطينا عليه بعد ما ضربناه ولونه ابيض خالص، حطينا عليه السكر المطحون وضربناه حلو جدا. نجاح البسكوت في الضرب ده، هو انت عايزه ان البسكوت بتاعك يكون ناجح يبقى تضربيه كويس جدا جدا جدا. وبعدين عملت ايه يا احلام؟ حطينا عليه اللهم صل على النبي 10 بيضات، بيضة ورا بيضة. حطينا عليه 10 بيضات بيضة ورا بيضة. عندك من 10 ل15 بيضة لل3 كيلو، لل3 كيلو اللهم صل على النبي، لل3 كيلو دقيق. هنرب حلو جدا جدا جدا. وزي ما قلت على فكرة دي تقريبا لقطة السمنة يعني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يبقى كيلو ونص من السمنة على الزبدة، ده اللي انا حطيته، سمنة على زبدة. كيلو ونص. كيلو سكر ناعم. انا حطيت 10 بيضات، عندك من 10 ل15 بيضة، وهيتحطوا واحدة ورا التانية، ما يتحطوش كلهم مع بعض. حطيت لها عصير برتقانة واحدة، عصير برتقانة. وحطيت لها كمان باكو من الفروتو، وحطيت لها كمان باكو من الفروتي. وانت بتشتغلي كده تلمي الحوافي، وانت مستمرية في الشغل بتاعك تلمي الحوافي، علشان يبقى كل حاجة تأكد ان هي انضربت كويس جدا.
ادي اهو حطينا كيس الفروتي ونضرب. اهم حاجه شغلك بالمضرب. البسكوت اهم حاجه شغلك بالمضرب. لا احنا كده خطواتنا على فكره مظبوطه، مش خطوه الزبد السمنه ولا حاجه. والكحك. انت بس يا بنتي اشربي البتاع. والكحك ان انت تبسيه حلو جدا. طب انت حطيت على الدقيق ايه؟ حطيت عليه بيكنج باودر، وحطيت عليه كمان إيه، اللهم صل على النبي، ذره من الملح. وضفت عليه كمان على ال3 كيلو دقيق اقل من 3/4 كوبايه لبن. حطيت عليه كام؟ 3/4 كوبايه لبن. وضفت عليه كمان ريحه الموز، ريحه جوز الهند. الريحه دي بصراحه بتخلي ريحته حلوه جدا. ويا سلام لو ريحه البرتقال. بس احنا كده كده حطينا عصير برتقانه، وحطيت باكو من الفروت زي ما انتم شايفين. وهبدأ احط الدقيق بالتدريج وهلفه كده معاكم. مش ما بتعجنش او بتلف كده زي ما انتم شايفين. مش تقعدي تعجني كأنك بتعجني عيش، لا النواعم دي ما بتتعجنش. حاسه ان انا بقول لكم كتير، بس معلش استحملوني نقول المكونات تاني. لان المكونات ما كانتش جايه بالترتيب قوي، لان مش انا اللي كنت بعمل. فبالتالي على ما بلحق اصور تكون هي عملت خطوه كمان وهي مش واخده بالها اصلا ان في تصوير وفي كده، فكانت ماشيه بتلقائيه. حطيت 3 كيلو دقيق. هعمل بسكوت النهارده 3 كيلو دقيق. تمام. تمام. هحط عليهم 1.5 كيلو من السمنه على زبده. شايفين العجينه تحفه. العجينه لينه معانا وجميله جدا جدا جدا. سر النجاح هتعمليها كده ما تشققش. يبقى انت كده عجينتك تمام. هسيبها بس ترتاح وهبدأ اشكلها. اغطي وشها كده بكيس عشان ما تنشفش، او بحاجه استرتش او اي شيء. وبعدين تعالوا نقعد بقى القعده الجميله دي. على فكره ده كان صوت. واقعد اقول لكم بقى بنت خالتي عملت فيا ايه. شايفين النتيجه؟ جبنا المكنه بتاعتنا وربطناها عندنا في الطبليه او تربطها في الترابيزه لو ينفع. وتشتغلي بقى وتقعدي كده وتشكلي وتملي بيتك روايح العيد زي ما قلت لكم قبل كده. وهنشوفهم كمان في الفرن ما شاء الله اللهم بارك. شايفين اخدت لون من تحت وطلعنا تاخد لون الشوايه من فوق. وحطينا كمان الصواني من تحت. تعالوا بقى اما نشوف البسكوت بتاعنا. والكاميرا كمان ظلمه جدا جدا جدا. حاجه تحفه جدا، طعمه حلو قوي. اخر حته عجينه فاضت شكلناها كده زي ما انتم شايفين. عملنا لها تشكيلات كده لان المكنه ما بترضاش تطلعها. اخر حته كده المكنه بتبقى ايه، عايزه ضغطه فما بترضاش تطلعها. فيا ريت بقى يا جماعه. ده طبعا كنا شلنا اللي اتحمر من الوش وسيبنا الباقي كمان ياخد لون، وكمان لسه عندنا في الفرن. وده كان فيديو النهارده. يا رب فيديونا يكون عجبكم، ويا رب ما ننساش لايك وشير للفيديو. بحبكم جدا جدا جدا. جربي في كيلو دقيق البسكوت وهتلاقي الطريقه بتاعتك ان شاء الله ان شاء الله احسن مني بكتير. وهتلاقي النتيجه حلوه جدا بكتير، وهتلاقي التوفير موجود. وهتلاقي شغل ايدك فرق جامد جدا. يا ريت ما ننساش لايك. لو بتحبوني حطوا لايك. ولو بتشوفوني من على اليوتيوب تشتركي في القناه. ولو بتشوفوني من على الفيسبوك تعملوا متابعه من جوه جميل جدا. واشوفكم على خير.